أول تعليق من كارلو أنشيلوتي عن مواجهة برشلونة في نهائي كأس إسبانيا. شاهد معنا بالفيديو ماذا قال. ولكن في البداية متابعينا الكرام، صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن استعدادات فريقه لمواجهة فالنسيا في الدوري الأسباني غدا، وأيضا عن نهائي كأس ملك إسبانيا المرتقب ضد برشلونة. ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف نظيره فالنسيا مساء غدا السبت على ملعب سانتياغو برنابيو. وفيما يتعلق بالمباراة النهائية ضد برشلونة، قال أنشيلوتي: إذا كنت في إشبيليا سأخبرك كيف سنتعامل مع الأمر، ولكن الآن ما نفكر فيه هو أننا سعداء للغاية لأننا سنلعب نهائيا آخر ونقترب من هدفنا. وعن رغبة برشلونة في مواجهة ريال مدريد في النهائي قال: المشجعون هم المشجعون ويمكنهم التعبير عن آرائهم بالطريقة التي يريدونها. برشلونة يلعب بشكل جيد للغاية، وعندما تلعب مباراة نهائية يجب عليك احترام خصمك، وهناك الكثير من الاحترام لبرشلونة. وتطرق أنشيلوتي إلى حالة فريقه قائلا: نحن بخير مع بعض الشكوك بسبب الإرهاق، لكن الفريق متحفز ومتحفظ وننتظر مباراة صعبة وحساسة، ولكننا سنقاتل. الجميع يدرك جيدا أن هذه لحظة مهمة في الموسم. جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم 26 إبريل الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وبس كده متابعي الكرام، نكون نهيت حلقتنا. يا ريت تتوقعوا معانا نتيجة المباراة في الكومنتات تحت، وانتظرونا في فيديو جديد. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.